السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا ساعة من الساعات أو من أحدث الساعات البناتي اللي نزلت السوق، وهي الموديو أو الموديو MW16 ميني. ساعة لذيذة جدا تنفع لكل الاستخدامات، تنفع هدية لطيفة. ساعة سليم مقاسها صغير، فيها لوك الاستراف، فيها مكالمات، فيها شوية مميزات جامدة جدا هنتعرف عليها في الفيديو ده وهنشرح قوائمها، هنتعرف عن كل حاجة عن الساعة دي. لكن هطلب منكم طلب كده، وأول مرة أطلب منكم طلب. احنا عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك. لو انت شايف المحتوى بتاعي ده بيفيدك او شايف ان غيرك هيستفاد منه، فانت مش تخسر اي حاجه لما تعمل لايك. وده ليه؟ لان انا في الشهر بيجي لي ممكن مليون مشاهده، يعدي المليون مشاهده، لكن الاشتراكات في القناه قليله واللايكات قليله. انا عارف ان الموضوع ده تقيل جدا وانا ما بطلبوش والله دايما، بس اول طلب اطلبه منكم هنا على القناه. فانا عايزكم بقى تفجروا الفيديو ده باللايك، واي حد ما اشتركش في القناه يشترك منها. مسيرك هتيجي يوم وهتحتاج فيديو من عندي من على القناه. لو مش هتحتاج فيديو من عندي من على القناه فاشترك في القناه عشان المحتوى بتاعي ينتشر ويلف الدنيا كلها وتفيد غيرك وتبقى ساعدتني جدا. يلا بينا نبدا الفيديو ونتعرف على الحلوه دي. نسمي الله بقى. وده شكل كرتونه الساعه، شكلها حلو قوي يا جماعه. MW16 ميني، تمام. وايرلس تشارجنج، يعني بتشحن وايرلس معاها طبعا انسيال. وده شكل الساعه من شركه موديو. 36 مللي المقاس بتاعها او الحجم بتاعها. 2 استراب، وفيها ستراب لوك الاستراب. ولو قلبنا ظهر الساعه بيقول لك ان هي بيجي منها لونين، اللون الروز جولد ده واللون الاسود، ودي روز جولد ومعاها 2 استراب روز جولد، تمام. وشويه معلومات كده ترجمهم او اقراهم عشان مهمين جدا. تعالوا بقى نفتح الكرتونه ونشوف محتوياتها. بسم الله. واول ما بنفتح كده الكرتونه بيقابلنا المانوال ده. طبعا المانوال ده برضو انا بنصحك انك تقراه، فيه معلومات مهمه جدا. وده الشكل بقى الجامد قوي قوي بتاع الساعه، تمام. طيب الشاحن طبعا الام سي 1، وده الاستراب الاولاني من نوع رابر، خامته محترمه جدا. وخلي بالك هو استراب رابر بناتي لان حجمه صغير شويه عن الاسترابات الرابر الثانيه. حجمه سليم وصغير شويه لان هي ساعه بناتي ومقاسها 36 مللي. اما ده بقى فده الشاحن اللي اتكلمنا عنه. وعندك دي بقى اللي ما يعرفهاش، شايف الاستيك المعدن ده؟ ده الاستيك المعدن الجامد جدا برضو، اللي سليم قوي شكله حلو. في ستراس لو انت واخد بالك كده من على الاطراف، بص كده في ستراس برضو الناحيه التانيه، شكله حلو قوي قوي قوي. بيقفل اللي هو ايه، فكرك كده بالساعات الكاسيو بتاعت زمان. حلو حلو، بدل اللي هي الشده وبتاع ده، حلو تمام. ده شكله وخامته حلوه. ودي بقى عشان لو انت عايز تشيل منه عقله ولا حاجه، لو انت عايز تصغره، يعني هو ده كده حجمه، لكن لو انت عايز تصغره عن كده تشيل منه عقله عادي خالص، تمام. ودي بقى الهديه اللي هم باعتينها مع الساعه. شكلها برضو قيم الى حد ما، كاكسسوار كده زي الدهب الصيني والحاجات دي كده، تمام. برضو بادره لطيفه منهم وشكلها حلو جدا بصراحه. شكلها عاجبني يا جماعه، شكلها حلو قوي. طيب ودي بقى الساعه الميني، الساعه الميني بتاعتنا. نرفع دي كده مفيش حاجه. طيب بصوا بقى يا جماعه، حجم الساعه هنا انا عايز اقول لك ان هي حجمها صغير بناتي، وبالذات للبنات اللي هم الايه، الصغيرين في السن، مش للناس الكبار في السن. ليه؟ علشان هي عليها سترس. مبدئيا خلينا بس اشيل لك الكيس ده كده عشان برضو ايه نبقى شايفين بشكل اوضح. التغليف بتاعها حلو جدا يا جماعه. بص كده، بص الشكل. الشاشه كيرف طبعا، لو ملاحظ في كيرف في الشاشه. شايف الاسترس اللي حواليها ده؟ طبعا لونها روز جولد. في هنا سكرول، في هنا فتحه المايك، وده زرار. وفي الظهر مكتوب عليه كده زي ما انت شايف كده موديو، بص كده، تمام. وعندك طبعا اللوك الاستراب. اول مره اشوف ساعه من الساعات الميني فيها لوك الاستراب، دي فيها لوك الاستراب، تمام. وطبعا الناحيه الثانيه في زرار وفي السبيكر، تمام. طبعا الساعه هنا بتفتح بالزرار اللي تحت، لازم ندوس عليه دوسه طويله كده عشان يفتح معانا. وبتفتح طبعا بشعار موديو، شعار شركتها زي ما انت شايف كده. وانا ملاحظ يا جماعه الشاشه حلوه، الشاشه جميله، تمام. الازاز والبومب اللي فيها وجوده الشاشه اول ما افتح كده حلوه. تعالوا بقى نتاكد ونغير خلفيات. دي اول خلفيه، دي تاني خلفيه، دي تالت خلفيه، رابع خلفيه، خامس خلفيه، حلوه الخلفيه دي، سادس خلفيه، سابع خلفيه، تامن خلفيه، حلوه برضو الخلفيه دي، ناس كتير بتحبها. تسع خلفيات، الله. 10 خلفيات، السلام. 11 خلفيه، 12 خلفيه، 12 خلفيه. اول مره اشوف ساعه جايه ب 12 خلفيه. حاجه لطيفه جدا. لو دوسنا على الزرار اللي في الجنب ده، وزي ما انت ملاحظ الساعه سريعه قوي. يعني بص كده، بص، ما دوستش يعتبر، ما لمسته. دخل على طول على الشورت منيو اللي فيها البلوتوث، وده لازم يكون شغال علشان تشغل مكالمات. وفيها الاعدادات اللي هنتطرق ليها دلوقتي، وفيها الاوضاع الرياضيه، وفيها كمان
شده الاضاءه وجوده الاضاءه. تمام، تعالوا نوطي شويه عشان ايه تبقى الدنيا باينه عندكم. وفيها كمان انك تتحكم في الميوزك اللي على الموبايل، بس انا مش رابط لسه، ما ربطتش. شكل القائمه طبعا تخش تغير شكل القائمه من جوه. ودي الشورت منيو. طب لو طلعنا بره خالص ودوسنا على الزرار اللي في الشمال هيجيب لك الاوضاع الرياضيه. طيب لو دوسنا على السكرول طبعا هيدخلك على الابلكيشن او الابلكيشنز بتاعت الساعه، وشكلها غنيه كده بشويه حاجات حلوين. طبعا لو سحبنا من فوق بيجيب لنا الاشعارات، ولو سحبنا من الجنب اليمين هيجيب لنا الهارت ريت، ونسحب بقى كده يجيب لنا شويه تفاصيل برده الوضع النوم والحاجات بقى الحلوه دي. نطلع تاني ونسحب من الجنب الشمال شورت منيو فيها الطقس طبعا وضربات القلب برده وتحكم في الكاميرا والاله الحاسبه. ولو سحبنا من تحت برضو بيدخلنا كده على شورت منيو فيها شويه حاجات برضو نفس الحاجات غالبا يعني. تعالوا بقى نربط الساعه بالموبايل ونجربها يوم ولا اتنين كده ونرجع نكمل. مبدئيا كده بعد ما استخدمنا الساعه دي شويه حلوين كده يومين ثلاثه، فتعالى اقول لك بقى خلاصه الكلام فيها على ايه. فاول حاجه هكلمك عنها هي الشاشه. شاشه اي بي اس بجوده كويسه، بتاتش محترم، بشكل كويس الكيرف اللي فيها ده. تمام، التاتش بتاعها الى حد ما كويس جدا جدا كمان. وبما ان الشاشه اي بي اس يا جماعه، بس انا حاسس ان في تشبع برضو في الالوان. تمام، ويعني جوده الشاشه اديها 9 من 10. شاشه حلوه محترمه تفاصيلها باينه. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش او مش ما عجبتنيش، مش هتنفع حد او مش هتنفع شخص نظره ضعيف، ان الشاشه هنا صغيره. طبعا دي ساعه ميني للبنات، فالشاشه صغيره، فعلشان كده الكلام العربي او الكتابه العربي مش تخينه، رفيعه كده، مش عريضه زي ما انت شايف، بس هي مقروءه. دي الحاجه الوحيده او التعليق الوحيد في المظهر العام يعني، او الحاجه الوحيده اللي انا شايفها في المظهر العام. لكن التاتش كويس، الكلام مقروء، يعني اللغه العربي مش متقطعه ولكن هي رفيعه حبه، مش تخينه زي ما انت شايف قدامك كده. دي بس التعليق الوحيد اللي عندي بين موضوع الشكل او الشاشه ده. ساعه التنقل في التطبيقات والدخول في التطبيقات سلسه جدا، مش هتلاقي اي مشكله معاك فيها. تمام، مفيش تقل، مفيش اي مشكله في التنقل، مش بتهنج، مفيش الكلام ده خالص. وتعالى بقى اكلمك عن تاني حاجه وهي الاشعارات. طبعا الساعه بتجيب لك كل الاشعارات اللي انت شايفها قدامك دي، الانستجرام، الواتساب، الفيسبوك. تمام، الاس ام اس العاديه، يعني تويتر. دي الاشعارات اللي بتجي لك على الساعه. وهنا الاشعار بيجي بدايناميك ايلاند او بجزيره ذكيه زي ما انت شايف كده. لو دوست عليه كده هيدخلك على الاشعارات. تمام، شعر مقروء مفيش اي مشكله خالص. تمام، بص كده، ما مش هتعاني هي بس زي ما قلت لك، بس هو حجم الخط صغير شويه علشان الشاشه صغيره، علشان الساعه ميني، بس دي الحاجه الوحيده. تقدر تعمل نيكست كمان كده، تخش على الاشعار اللي بعديه. تمام، ولو في اشعار مش مقروء او انت ما قراتوش بيجي لك هنا كده انك ايه تفتح الاشعار في الشاشه اكبر لو هو كلمه او كلمات اكتر. ده بالنسبه للاشعارات، بتجيب لك بقى كل الاشعارات اللي انت ايه بتاعت السوشيال ميديا. ده بالنسبه للاشعارات. تعالوا بقى ندخل كده، ندوس على السكرول وندخل على القائمه او شرح القائمه. اول حاجه عندك اتصال، تقدر ترن على اي رقم. تمام، انت عايزه ترن عادي خالص. عندك الاسماء، تضيف 50 اسم، الساعه بتشيل لحد 50 اسم في الفيفوريت هنا، ودي حاجه كويسه جدا برضو. تمام، بالنسبه للساعه دي حاجه كويسه جدا. سجل المكالمات، المكالمات الوارده والمكالمات الصادره. تمام، عندك الرسائل واللي هي الاشعارات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. تمام، بعد كده عندك عدد الخطى، وعندك مراقبه النوم، وضع النوم، وده اتاكد ان هو مقفول عشان ما يوقفلكش مميزات كتير في الشاشه. التسكير المستمر، اللي هو انت قاعد على الكرسي قوم اقف شويه، انت مش عارف ايه كده، يعني الحاجات اللي هي الخفيفه دي. تحكم في الكاميرا، تحكم في الموسيقى اللي على الموبايل. تمام، دي لو انت عايز تبحث عن الموبايل نفسه. الانتظار دي او انذار دي، المنبه، الضبط، الاعدادات حول الساعه، الاسم بتاعها والفيرجن والتحديث والحاجات دي. تمام، بعد كده عندك درجه السطوع. بعد كده عندك رمز الكيو ار كود عشان تنزل البرنامج اللي هيشتغل على الساعه. تمام، صحه المراه، طبعا دي ساعه بناتي. تقويم اللغه، دي لو عايز تغير اللغه. بعد كده عندك الاوضاع الرياضيه، وهنا عندك بقى المشي والجري وركوب الدراجات، وعندك قفز الحبل، عندك سله وقدم، عندك يعني كل الاوضاع الرياضيه اللي انت ممكن تحتاجها. تمام، بعد كده عندك قياس ضربات القلب، معدل ضربات القلب، وعندك ضغط الدم، وعندك الاكسجين في الدم، عندك الطقس. تمام، وده بيتظبط على اعدادات الموبايل. عندك ساعه التوقف، الاله الحاسبه طبعا لو انت عايز تحسب حاجه في السريع. عندك اسلوب القائمه، ده بتغير فيه اسلوب القائمه نفسها. تمام، عندك سيري او مساعد جوجل، اختبار التنفس. عندك بقى اشعارات الواتساب، اشعارات الفيسبوك، سكاي بي، تويتر. تبديل الوضع المزدوج، وتبديل الوضع المزدوج ده
تمام، انت عايز تشغل الساعه مكالمات ولا مش عايز تشغلها مكالمات. تمام. بعد كده عندك لعبه كده. بعد كده عندك مصباح بجانب السرير. تمام. نطلع بقى نخش على الاعدادات. تعالى بقى نتكلم عن الاعدادات برضو شويه. خش على ضبط، دي عندك معلومات شخصيه، عندك عام دي فيها حول اللغه ووضع المصباح جنب السرير، الحاجات اللي بره بس داخليا كده. تحميل التطبيق، اعاده ضبط المصنع، اعاده البدء اللي هو اعاده ضبط من الاول يعني. تفعيل وضع عدم ازعاج، تشغيل البلوتوث، وضع الاهتزاز، الجزيره الذكيه اللي احنا قلنا عليها بره. صوت الوسائط، عايز صوت الوسائط يطلع من الساعه ولا مش عايزه يطلع من الساعه، اللي هو الاغاني يعني او المزيكا اللي انت بتشغلها من على الموبايل. عندك العرض والسطوع، وقت سطوع الشاشه، ده مثلا معاك لحد 60 ثانيه، ده وقت سطوع الشاشه. والسطوع 60% احنا عاملينه دلوقتي. بعد كده عندك عرض التطبيقات، كلمه السر لو عايز تعمل كلمه سر. تمام. الوقت. تمام، لو عايز تضبط الوقت ولا حاجه. ودي مكالمه الطوارئ. طيب، وده كان شرح قوائم الساعة. زي ما قلت لك دي كهدية جميلة جدا. الشركة هنا زيها زي كل الشركات اللي بتستهدف البنات في موضوع الساعات ده، بتهتم اكتر بالشكل والخامات. والساعة هنا شكلها تحفة جدا وخاماتها محترمة جدا. العيب الوحيد اللي انا شايفه في الساعة ممكن يكون بالنسبة لناس كتير مش عيب، ان ما فيهاش الاولوز اون ديسبلاي. ما فيهاش الاولوز اون ديسبلاي، والخط بتاعها في العربي زي ما قلت لك في اول الفيديو. لكن موضوع الخط ده هنتجاهله بسبب ان حجم الساعه اصلا صغير، فطبيعي يكون الخط صغير. ده بالنسبه لموضوع الخط. لكن هي ما فيهاش اولوز اون ديسبلاي، وده برضه هيبقى مشكله بالنسبه للناس ومش هيبقى مشكله بالنسبه للناس. لكن زيها زي اي ساعه بناتي، زي كل الساعات البناتي، زي اي شركه بتقدم لك ساعه مهتمين اكتر فيها الخامات ومهتمين اكتر فيها بالشكل، لان هي بتعتبر كاكسسوار للبنات. الاستراب اللي فيها المعدن اللي انت شفته في اول فيديو ده لوحده يعدي 300 400 جنيه. تمام. فهم مهتمين باكسسواراتها ومهتمين كمان بشكلها ومهتمين باللون بتاعها بخاماتها. فدي حاجه كويسه جدا. طبعا فيها نظام ال 12 ساعه ضد الميه، بس انا ما بفضلكش طبعا تقربها من الميه عشان الاسترس ده. يعني ما بفضلش ست الكل خالص انك تقربها من الميه. يعني انا اخاف على الاسترس بصراحه. اللي فات ده اللي مديها اصلا شكل جمالي. تتحكم بقى في الميوزك اللي على الموبايل. زي ما قلت لك فيها نظام ال 12 ساعه. المكالمات والصوت بتاعها واضح جدا. خلينا نجرب نعمل مكالمه. قبل ما نجرب نعمل من الساعه مكالمه، فخلينا نشوف صوت السبيكر. لو نسمع صوت السبيكر. صوت السبيكر الى حد ما كويس مسموع. تمام. بالذات انا مشغل القران يعني حاجه هاديه. فصوت السبيكر كويس وغالبا يعني هيبقى كويس برضو في المكالمات. خلينا بقى نعمل مكالمه ونشوف الدنيا عامله ايه. الو. الو. ايوه. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. سامعاني كويس؟ سامعك كويس. صوت عندك واضح؟ والله. طيب مش كويسه؟ الحمد لله تمام. طيب ماشي، يلا خلي بالك من نفسك. ماشي. سلام. سلام. وده كان صوت المكالمه. برضو صوت المكالمه انا شايفه كويس مقارنه بحاجات كتير. كويس برضو وانا في مكان هادي. طبعا في الشارع طبعا هيبقى اقل من كده طبعا عشان الدوشه وكده. لكن هو صوت السبيكر وصوت المكالمات كويس. برضو عايز اقول لك ان البرنامج بتاعها سهل باللغه العربي، خلفيه ببلاش. تقدر تضيف خلفيه من عندك من على الموبايل للساعه عادي، مفيش اي مشكله خالص. وغالبا دي كانت كل حاجه عن الساعه دي. لو انت بقى عندك سؤال، عندك اي تعليق، اكتب لي في التعليقات وعناية ليك طبعا. ودي كانت نهايه الفيديو. اشوفك في فيديو جديد. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.